في وسط زحمة التجار ورجال الأعمال الكبار طلع شاب صغير عنده حلم أكبر من سنه. بدأ من طنطا ببيعة عربية وهو لسه في الثانوية، ودلوقتي بقى عنده 8 فروع، شراكات مباشرة مع مصانع كوريا وعلاقات مع أكبر النجوم ورجال الأعمال. الناس عارفاه بلقب القبطان أو الراجل الكوري اللي محدش قادر ينافسه في السوق. الحكاية إزاي مصطفى فايد قلب الدنيا وبقى نمبر 1 في عالم العربيات وكمان في أعمال الخير والمبادرات الإنسانية وهو لسه عنده 32 سنة. ده اللي هتعرفه في الفيديو ده، خليك معايا. لو سألت أي حد في سوق العربيات عن القبطان، أول اسم هيتقالك مصطفى فايد. شاب بدأ من الصفر وقرر يغير شكل اللعبة كلها. قصته مش قصة نجاح عادية، دي حكاية شاب بدأ ب35 ألف جنيه وهو لسه في ثانوي، اشترى عربية وباعها بمكسب، ومن اليوم ده الفكرة علقت في دماغه. ليه لأ؟ بيعة ورا التانية لحد ما فتح أول معرض عربيات في طنطا، ومع كل خطوة كان بيكبر نشاطه من طنطا للإمارات وليبيا، وبعدين طار بنفسه على كوريا علشان يتعامل مع المصانع مباشرة من غير وسطاء ولا وكلاء. ودي كانت نقطة التحول اللي خلت اسمه يلمع وسط كبار رجال الأعمال. في 2024 أعلن عن افتتاح الضخم لشركة إمبراطورية القبطان بحضور كبار الشركات الكورية ونجوم الفن والرياضة ورجال الأعمال. والملفت إن أي افتتاح للقبطان بقى حدث إعلامي وفني في حد ذاته، من عصام الحضري لهاني شاكر لرزان مغربي لمدحت شلبي اللي اشترى عربية ب2 مليون جنيه. النجوم والمشاهير بقوا زباينه وصحابه، واللي بيشتري منه عربية مش بيشتري مجرد وسيلة مواصلات، ده بيشتري تجربة VIP بمعنى الكلمة. الميزة الأكبر اللي خلت مصطفى يتلقب بالراجل الكوري إنه فتح خط تعديل مباشر مع مصانع كوريا. يعني أي زبون عايز عربية بمواصفات خاصة القبطان بيسلمها له كأنها طالعة من المصنع مخصوص باسمه، وده عمل فرق ضخم وخلى العربيات الكورية خصوصاً زي كيا كارنفال تنتشر بشكل كبير في مصر. عربية فخمة ب9 كراسي، كماليات بتعمل مساج، وشاشات عرض كأنك قاعد في سينما متنقلة. ومش بس كده، مصطفى أعلن مؤخراً إنه لأول مرة في مصر هيعمل تعديلات كاملة للعربيات، مش مجرد ألوان أو كماليات، ده لحد الموتور نفسه ممكن يتغير. 520 تصميم مختلف من خبراء عالميين في كوريا وبإشراف هيئات معتمدة، يعني تعديلات آمنة بجودة عالمية، وكل ده بأسعار أقل بكتير من الشركات العالمية، لدرجة إنه قال عربيتك اللي أقل من مليون هخليها تساوي 40 مليون في عين أي حد. نجاح القبطان مش بس في البيزنس، لكن كمان في طريقته مع موظفينه وزباينه. بيركز في التفاصيل الصغيرة اللي تفرق، مرتبات محترمة للموظفين، خدمة راقية للزبون، ومفاجآت وتسويق مبتكر زي مسابقات توزيع آيفونات للمتابعين اللي بيتوقعوا مكان مع عرضه الجديدة. النهاردة مصطفى فايد عنده 8 فروع بين مصر، الإمارات، السعودية وكوريا، وبيجهز لافتتاح أكبر مصنع لتعديل العربيات في الشرق الأوسط. شاب لسه ما كملش 35 سنة لكن بقى ماركة مسجلة، واللي بيدور على عربية كوري أو VIP عنوانه معروف القبطان، وكل يوم بيثبت إن شعاره مش مجرد كلام. احلم مع القبطان وهيخلي حلمك عربية على أرض الواقع.